السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا مشاهدينا. انا صباح ودي قناتي. تعالى نعمل معاكم حاجه سهله جدا. الفطير المشلتت في الطاسه. معايا 4 كوبايات دقيق، نص كيلو دقيق. انا وزنها نص كيلو بالظبط. حطيت نص معلقه ملح ومعلقه سكر، معلقه صغيره سكر بس. وبعجن ميه من الحنفيه عاديه. الكوبايه اللي كانت معايا الكبيره دي فيها كوبايتين مجين من مج الشاي، وهاخد منهم بالتدريج لحد ما ما العجينه تكمل. الدقيق كله يعني الدقيق مش بياخد ميه زي بعضيه، كل دقيق بيختلف عن دقيق. وانا صباح ودي قناتي، واللي معايا لحد دلوقتي يشترك في القناه ويعمل لايك ويعملوا شير. بنعجن فيها حوالي 5 دقايق، بنلمها كده على بعضها كلها لحد ما الميه تشرب الدقيق كله وميبقاش في دقيق. عايزة ميه هحط لها. احنا معاكم. واكله سهله في الحر ده وسريعه، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع سناك للاولاد. انا مش هحطش عليها ميه تانية، هي خدت مج معايا ونص. ممكن تاخد معاك المجين، ممكن تاخد مجين الا ربع. ريحتها يجي ربع ساعه واقطعها معاكم. وانا دهنت الصينيه دي بزيت سمنه اللي يعجبك، عشان بس العجينه ما تلزقش فيها وما تلزقش ببعضها. وبدهن وش الفطيره برضو العجينه بزيت عشان ما تعملش وش. وريحتها بعد التقطيع 10 دقايق. وانا هنا فردت وحطيت في الصينيه لحد ما افردهم كلهم. دي اول فرده، ولا نشابه ولا دقيق ولا اي حاجه، بايدك على طول على سطح العمل بتاعك، على الرخامه، على الماء، على البلانشه، على اي حاجه. وبطبق كده وكده واعملها ظرف، وهركنها برضو لحد ما اعملهم كلهم. نقطة زيت صغيرة بحط عليها العجين على طول، فرد بإيدك. العجينة زي حتة الملبن، بتتفرد معاكي ما بتكش. بس ريحيها 10 دقايق ربع ساعة بعد ما تعجنيها عشان تاخد نفسها بس. ودقيق معد، اللي هو معدل الأغراض، كل جميع الأغراض ده، يعني مش دقيق معين، أي دقيق عندك اعملي بيه. هفردهم كلهم معاكم. بس تشتركوا يا اللي ما اشتركتوش. ووصفة بسيطة وسهلة، والنص كيلو دي عمل معايا 6 فترات وواحدة صغيرة، و6 فترات حلوين وسط كده. وكده برضو غطيتهم وريحتهم ربع ساعة تاني. كده هنسوي بقى. انا كده فردت العجينة فرطة واحدة، وعلى طاسة على نار عالية بزيت. انا قليته، مش سويته على الطاسة كده بنقطة الزيت، لا انا قليه في الزيت زي البطاطس، بس طلع خفيف وجميل ولا شربش اي زيت. ما بتاخدش 10 دقايق. وعلى نار عالية عشان ما تبكبكش كده منك وتشرب في الزيت، وتبقى على نار عالية وزيت سخن وزيت نظيف، زيت اكل. بس شكلها عامل ازاي، وطلع مورق وجميل. ما بتاخدش وقت. وبص بالمعلقة كده ممكن ترش على وشها زيت، مش عايزة ترش ما ترشيش. بس لما بتحط الزيت على وشها السخن بتلاقيها فرعت كده وقبت. يعني لو ما عندكيش مسكة بالمعلقة والسباتل، معلقتين تقلبيها برضو. انا حطاها على العين الكبيرة، بس يعني انا مش موطيها سنة صغيرة، بس هي نار عالية.
بس عشان نمططها سنة صغيرة عشان ما تتحرقش من الجناب. اها. الأذان بيأذن، الله أكبر وعزته لله. الله أكبر. الله أكبر. بصي على طول قلب على طول، ما بتاخدش دي على الوش ده ودي على الوش ده، ما بتكملش. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لو لقيتها بيضة بس فيها حتت كده مش مستوية، ممكن تقلبيها ثانية كمان على الناحية التانية. كده خلصناهم كلهم وقلناهم معاك، وهي شكلها اهي في الآخر اهي. مش بس واحدة اللي مورقة ولا واحدة اللي جابة، كلهم اهو. وأكلة بسيطة وسهلة، ومعاها كده جبنة بيضة، والجبنة حطيت شطة، وفيها جبنة معلهاش شطة، وده عسل أسود. اللي يعجبكم كلوا بيه، وهوريها لكم. دي الجبنة ودي العسل وده الفطير. فطار حلو خفيف، عشا خفيف ومورقة اهي، شايفين بالورقة. والله العظيم ما في واحدة حتى اتعجنت، وطلع طعمها حلو وجميلة. واللي معايا لحد دلوقتي يحط لايك. بص، وطلع خفيف وجميل ولا شارب نقطة زيت. وبالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. واللي معايا لحد دلوقتي يشترك واعملوا لايك وشير. السلام عليكم، بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم.